لو انت موظف وبتصحى كل يوم على نفس الروتين وبتقول لنفسك انا تعبت من المرتب اللي مش بيكفي لاخر الشهر، بس في نفس الوقت خايف تسيب شغلك ومش عارف تبدأ منين، بكل صراحة الفيديو ده ليك، لاننا هنتكلم عن حاجات ممكن تغير حياتك للأبد. يعني بكل اختصار ازاي تبني مصدر دخل تاني وانت لسه في شغلك الحالي. في ناس كتير مننا فاكرة ان الشغل الثابت ده هو الامان، يعني اخر الشهر يلاقي 10,000 12,000 بيصرف منهم على بيته وبكده مكفي كل مصاريفه. بس الحقيقة ان الشغل ده مش امان، لان الامان الحقيقي انك تبقى مطلوب مش موظف. يعني بكل اختصار لما يكون عندك مهارة الناس محتاجاها فساعتها الفلوس هي اللي هتدور عليك. انا عايزك تفتح دماغك وما تستناش الترقية او الزيادة اللي بتحصل في الشغل بتاعك كل سنة، لا، انا عايزك تبدأ تطور من نفسك في الوقت ده عشان تبني لنفسك قيمة الناس تدفع لك عليها. معناه ايه الكلام ده؟ يعني استغل وقتك بعد الشغل. يعني الناس بعد ما بتخلص الشغل بتاعها بتروح بتضيع وقتها في كلام فاضي، يا اما قهاوي يا اما قاعدة على النت يا اما تقليب على الفيسبوك. ما فكرش مرة ان هو يكون صانع محتوى، او فكر في مرة انه يكون هو اللي الناس بتتفرج عليه وبتدعمه. فأنا جيت في الوقت ده عشان أنور لك طريقك وأعرفك البداية تبدأها إزاي. يبقى نبدأ نركز مع بعض لنهاية الفيديو. أنت عارف إيه اللي بيفرق بينك وبين اللي بيكسب كتير؟ اللي بيكسب كتير بياخد وقت وكله شغل وتفكير، أما أنت بتضيع وقتك بعد الشغل على القهاوي أو السهر من غير ما تبدأ تشغل دماغك أو تفكر. يعني معنى كلامي عاوزك تستغل وقتك. ساعتين بعد شغلك ممكن يكونوا هم سر ثروتك في المستقبل. استغلهم في انك تتعلم مهارة جديدة، او تبدأ شغل تسويق اونلاين على النت، او تبني مشروع صغير بيكبر مع الوقت وتقف فيه ساعتين بعد شغلك. ما تستهونش بالخطوات البسيطة الصغيرة دي، لان كل مشروع كبير بدأ من وقت بسيط محدش كان مقدره، بدأ من فكرة كل واحد فكرها واستغلها واشتغل عليها، ربنا كرم ونجح منها. بس اهم حاجة خليك انسان صبور، وخلي بالك من المرحلة الانتقالية. يعني الناس عايزة كل حاجة بسرعة، بس النجاح الحقيقي بيجي بالصبر وبيجي بالهدوء. يعني اوعى تستعجل وتسيب شغلك وتقعد قدام الكاميرا على النت على طول، لا، خلي شغلك الحالي ده هو اللي يمولك. خلي شغلك اللي قدام الكاميرا او التجربة الجديدة اللي بتجربها ساعتين فوق شغلك لعند ما ربنا يكرمك، وبعد كده سيب شغلك واتجه للكاميرا او اتجه المشروع اللي انت بدأت فيه. بس اهم حاجة خلي شغلك الحالي هو ظهرك، هو سندك، هو مصدر دخلك في الوقت ده. بس قبل ما تبدأ اي حاجة اختار الطريق اللي يناسبك، اختار الشكل اللي هتشوف فيه نفسك بعد سنة او 2 أو 3. فكر كتير قبل ما تبدأ تبني مصدر دخل تاني. شوف نفسك انت حابب تكون ايه، تصمم، تكتب، تمنتج، تبيع منتجات اونلاين، تعمل محتوى محترم على السوشيال ميديا، او حتى تقدم دورات او خدمات بسيطة للناس. بس ما تقولش انا مش بعرف اعمل كده، لان مفيش حد اتولد وهو بيعرف يعمل كده، كله اتعلم وكله جاب الصبر. الشخص اللي انت شايف نفسك مش عارف توصله كان من 6 شهور او من سنة بيقول نفس الجملة اللي انت بتقولها. بس اهم حاجة ابدأ وتعلم وطور من نفسك، ما تسيبش وقتك يضيع في فراغ. واهم حاجة تفكر فيها دلوقتي انك تدمج الحلم بتاعك مع شغلك دلوقتي. ما تعاملش حلمك كأنه حاجة منفصلة عن شغلك. خد كل يوم تجربة تفيدك في طريق تاني. شغلك الحالي ممكن يكون مدرسة كبيرة جدا لو انت عارف تستغله صح. وعلى فكرة محدش هيجي يخبط على بابك ويقولك يلا ابدأ ابني مستقبلك، ولو استنيت الظروف على فكرة يعني عمرك ما هتتحرك. بس لو بدأت النهاردة حتى لو بخطوة صغيرة، بعد سنة هتشكر نفسك انك ما انتظرتش. فكر كده انك ممكن بعد سنة يكون عندك شغلك ومصدر دخلك وانت مرتاح في بيتك من غير ما تكون موظف او حد متحكم فيك. وعلى فكرة دي راحة نفسية عمره المرتب ما هيجيبها ولا هيوصل لها. ما تستهونش بنفسك، لان التغيير الحقيقي بيبدأ من قرار واحد، قرار انك تبدأ النهاردة. ولو الفيديو ده لمس فيك حاجة ما تنساش تدوس لايك وتشترك معايا في القناة، واستناني في الفيديو اللي جاي لاننا لسه مكملين مع بعض السلسلة طويلة، سلسلة طريقك للحرية المالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.